ايه ده بقى؟ الموضة دلوقتي انك ما تقفلش كابينات الشاور كلها بالازاز. امال هقفلها بايه؟ وريني يا عم. ده حط حديد وطوب. ده بيبني كابينات الشاور. تمام، خليني معاك للاخر. بيقولوا ان الطريقة دي عملية اكتر وشكلها احسن. انا مش مقتنع، بس نشوف هو هيعمل ايه. عمل الطوب بتاعه، حط لوح سيراميك، بيكمل طوب. طب والحتة اللي تحت دي مفرغة ليه؟ خلينا معاك للاخر. مش مقتنع الصراحة. اهم حاجه وانت بتتفرج ما تنساش تكتب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الكومنتات. خلينا ناخد حسنات وانت كمان تاخد حسنات. صلوا على النبي. وخلينا نشوف الراجل ده بيعمل ايه. حط لوح الازاز ايه؟ انا خلاص جاي معايا ان كابينة الشاور ازاز بس. بيحط في الطوب المونه. ده بنا وفي ايه ده؟ بيحط السيراميك بتاعه. ليه البهدله دي كلها؟ تمام. بيحط السيراميك. بعدين الحته مفرغه، ده هو سايب فراغات. بيعمل رفوف داخليه من بره. يا ابن اللعيبه. شكلها جامد وكده فعلا هتبقى عملية اكتر. مش شرط المكان كله يبقى ازاز. ليه نعمل زي الناس ما نبتكر؟ الازاز في الحتة دي بس شكلها جامد قوي. الرفوف دي هتبقى عملية نحط فيها اللي احنا عايزينه. وحتة ازاز صغيرة بدل ما كلها تبقى ازاز. طب والله العظيم فكرة جامدة. وشكل الحمام بقى اشيك مليون مرة. جامد. هعملها ان شاء الله عندي. بيتي المستقبلي ده انا هعمل فيه شوية حاجات. بصوا الحمام بقى شكله عامل ازاي. اقسم بالله الكابينة دي غيرت شكل الحمام. ما شاء الله بجد. جامد. وجوه في رف برضو. شياكه الصراحه. كده شكل الحمام بقى اشيك والليد ده عامل شغل عالي قوي حلو. ده ايه ده كمان؟ ده مطبخ. بيعمل فيه طوب برضو. ده عند الحوض. ده كده هو هيعمل ايه؟ انا اللي اعرفه بقى ان المطبخ خشب. ما تهزرش معايا، ده بيحط سيراميك. تمام. معقوله هيعمل الحوض بالخزانه بتاعته والدواليب بالسيراميك؟ طب ما شكلها الناس بتعمل خشب عشان بيبقى شكله اشيك. تعال نشوف ده هيعمل ايه. بيبني برضو حديد ومونه وبورسلين سيراميك. معقوله شكله هيبقى كويس؟ والله فكرة. الفكرة ان الحاجات دي هتبقى ارخص من الخشب. الخشب غالي. الناس بتعمل الخشب عشان شكله بيبقى اشيك. فهل ده هيطلع الحاجة بالشياكة اللي احنا عايزينها؟ الحمام كان شيك قوي الصراحة. تمام. عملنا الخزانة. بدأ يظبط فيها. تمام. يا ابن اللذينة، طب والله شكلها جامد. ولا خشب ولا غيره، ولا خشب بقى هيصدي ويبوظ من المية ولا اي حاجة. سيراميك وشكل شيك.